السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد بعد انقطاع لفترة طويلة عن اليوتيوب من قلب الريتسي مول لتغطية بطولة الفيفا الأقوى على مستوى المملكة العربية السعودية، بطولة فيفا السعودية في جدة. ياسر، نبغى نسألك سؤال. أشياء ما يسووها إلا السعوديين كذا، تحس بس السعوديين يسووها؟ بصراحة دائما اخذ هذا واحس كذا او رجال ثاني كذا، واذا طفشت احيانا كذا احيانا في حكه الظهر. يوم يكسر السن ياخذ يرميه للشمس ويقول يا شمس خذي سن الحمار وديني سن الغزال. في الدراسة، أول يوم في الدراسة وآخر يوم في الدراسة ما حد يداوم. سيفون هذه. آخر واحد يقوم يشيل السفرة. مهند، إذا ما كنت لاعب وين كنا راح نشوفك؟ هتشوفني مدرس رياضة. مدرس رياضة؟ مدرس رياضة إن شاء الله. الحين لو دخلت البقالة وتبغى تنادي العامل اللي في البقالة، إيش تنادي؟ يا محمد. أقول له يا محمد. يا محمد. صديق. محمد على طول. يا صديق. يا صديق. محمد برضه. محمد. طب ليش تنادي محمد وإذا ما أنت عارف اسمه؟ عشان هذا شيء تعودت من وأنا صغير وكل الناس يسووه، خلاص أسويه. ليش محمد؟ اغلب السعوديين هم خلاص صارت عاده فيهم. يا سلام عليك. يعني تعال، لو كان هندي أقول له يا صديق، لو كان سعودي أقول له لو سمحت. أنا ليه ما تناديني يا صديق لما تشوفني؟ صديق، أناديك يا صديق. على حسب، مثلا في بندا يا محمد، في البقالة الصغيرة يا صديق زي كذا. لو الحجر البطارية خلصت حقت الريموت وإلا تبغاها تشتغل، ايش راح تسوي؟ ادق البطاريه، هذه حركه معروفه نسويها زمان، نعضعضها. اعضها. أقحطها. في بعض الناس يعضوها. وانت؟ والله انا واحد منهم صراحه. تخيل انك شاركت في البطولة وفزت بالسيارة، تمام؟ كيف راح تفرح؟ مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث في كل موسم. الله على الخرافة، على الأسطورة، على الباكورد، على هدف هوليوودي الفعالية اللي شفتوها اليوم تخص أول وأكبر بطولة ألعاب رقمية في المملكة العربية السعودية. معي الآن الرئيس التنفيذي لشركة الشباب المبتكرين السعوديين الأستاذ عبد العزيز العايدي. أستاذ عبد العزيز، قبل كل شيء نبغى نعرف جوائز هذه البطولة. أرحب بجميع مشاهدينك ومتابعينك المميزين. بالنسبة للجوائز طبعا هي المركز الأول سيارة، الثاني 30,000، الثالث 20,000، وتتدرج الجوائز إلى المركز رقم 100، آخر واحد ياخذ 1000 ريال. مجموع الجوائز أكثر من نصف مليون ريال والسيارة. اللي يميز البطولة هذه انه ما فيها خسران يا جماعة، فزت او خسرت او متفرج راح تربح ان شاء الله مع فيفا السعودية، لانهم بيقدموا جوائز حتى للحضور وحتى للخسرانين بيدخلوا في السحب على بلاي ستيشن، ايفون 7، اجهزة جوال ذكية. باقي في جوائز ثانية باقي ما اعلنا عنها، مثل تذاكر سفر وحضور لمباريات اما في السعودية او في خارج السعودية. طبعا راح يكون التسجيل عن طريق نقاط البيع المتوفرة في جميع انحاء المملكة، عن طريق متاجر فيرجن ميجا ستور وفيرجن موبايل في جميع فروع المملكة، وعن طريق الصالات المعتمدة. طبعا جميع ارقام التواصل والويب سايت، الموقع الرسمي الخاص بطولة فيفا
السعودية، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي والسناب شات راح تكون موجودة في الديسكربشن. وفي هدية خاصة مقدمة من شركة الشباب المبتكرون السعوديون لكم أنتم. شايفين الجائزة الجميلة هذه مقدمة لكم أنتم من شركة الشباب المبتكرون السعوديون. أي شخص يجي لمراكز البيع ويسجل يقول لهم أنا جايكم عن طريق خالد العليان، راح يدخل في السحب على البلاي ستيشن VR. ما قصرت الله يعطيك العافية. يلا نشوفكم. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يوم جميل كان في الريتسي مول مع فيفا السعودية. بإذن الله الفائز في هالبطولة يكون واحد منكم أنتم، وأسلم جائزة بنفسي. بالتوفيق للجميع.